مساء النور، مساء الفرح والسرور، مساءكم هنا وغنى، وش راكم بخير؟ نتمنى كي يدخلكم هاد الفيديو تكونوا كامل في احسن الاحوال، ونرحب بكل اللي انضموا لينا، نقول لهم نورتوني بطلتكم. وكما راكم تشوفوا خياتيني جيتكم بهذا الفيديو اللي نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله نفيدكم بها. واللي راكي تشوفي فيا ومازال ما اشتركتيش في القناه، نقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس باش يلحقك كل جديد. ووصفه اليوم وصفه الخفاف نتاع زوج مقالي، بما انه راه الشتاء والبرد، راه شتاء الله يبارك، راه خير كبير يطيح، اللهم غيثا نافعا. نقول لك حبيبتي نوضي ديريه لوليداتك وفرحيه بهم، فرحي به وليداتك دوك يجوا من مسيد بردانين وعيانين. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم، ونبداو بسم الله وعلى بركه الله. لا انا واش راني درت الفارينه، وبيان سور كل وحده دير حسب افراد العائله ديالها. لهنا راني درت حوالي 700 غرام نتاع الفارينه، وانتوما اللي عائلتها صغيره دير 500 غرام تاع الفارينه. درت مغرفه نتاع خميره نتاع الخبز، مغرفه نتاع السكر، وكذلك الملح، وبعدها نلم فيها بالماء يكون دافي. لهنا شوفوا الماء ما نديروش على دفعه واحده، ندير غير شويه بشويه، راني نلم في العجينه وفي نفس الوقت راني نعرك فيها حتى تجرى لي العجينه. شوفوها لكم قوامها كي نولوا نسلكوا في يدينا، ما تبغيش تسلك لنا. بعدها نشمخ يدي كما راكم تشوفوا هكذا ياتيك، ونلم العجينه هكايا. هاي لكم لهنايا، شوفوا الفيديو راهو واضح وما حبيتش نسرع باش المبتدئات يفهموني. بعدها نبل العجينه هذيك غير من الفوق، ونغطي عليها ونخليها تريح من من ربع ساعه حتى ل20 دقيقة، وبيان سور على حسب الدفاء نتاع المطبخ اللي يكون. بعد ما ضعف لي الحجم ديالها، هاني رجعت ليها لهنايا، يعني نخسر لها في الخمور، راني نخبط فيها هكذا ياتيك. بعد ما نخرج لها الهواء كامل، ندير لها الدبزه، نشمخ يدي وراني ندير لها في ديك الدبزه حوالي 2 دقائق حتى ل3 دقائق. شوفوا العجينه هاي لكم لهنا، ما نكثروش الماء، نشمخوا يدينا برك ونديروا لها قلت لكم هذيك الدبزه. بعدها نلموها ونبلوها من الفوق، ونزيد نغطي عليها ونخليها تخمر لي للمره الثانيه، قلت لكم ربع ساعه حتى 20 دقيقه. بعد ما ضعف لي الحجم ديالها راني رجعت ليها، وهاني دوك نخسر لها الخمور للمره الثالثه. لهنايا الماء خلاص، راني درت شويه زيت في يدي وراني نخبط فيها لهنايا، نخرج لها كامل في هذاك الهواء. هاليكم شوفوا العجينه جاتني خفيفه ما شاء الله. شوفوا لهنا تقدروا تلعبوا بها في يديكم كما تحبوا انتوما. وهاليكم شوفوا درت لي هذوك الفقاعات هاي ليكم لهنا، ونزيد نغطي عليها ونخلي عليها تخمر خياتي. بعد ما راهي خليتها تخمر وتريح، اني جبت سنيواني دهنتها بشويه نتاع الزيت، وهاي لكم لهنا شوفوا ضعف لي الحجم ديالها. شوفوا هذوك الفقاعات اللي راهي دارتهم، راني درت الزيت في البول، وهاني ندهن في يدي بالزيت، وراني ندير فيها قريصات هكا صغار، راني نقرص فيها غير قريصات صغيورين. ولا هنا شوفوا صراحه انا درتهم شويه كبار باش ليه نكمل. وانتم اللي مبتدئات واللي ما تقدرش ديرهم شويه كبار، تصغر على حسب يدها. هاي لكم لهنا هكذا حتى نكمل الكميه كامل اللي عندي. بعدها نغطيها بساشي ونخليها تزيد تريح حوالي 2 دقائق حتى 3 دقائق، غير بين ما تسخن الزيت نغطي عليها قلت لكم بساشي ونخليها. وشوفوا هنا هذيك 700 غرام جاتني 16 حبه، الله يبارك خياتي كما يقولوا، اكليت ووكلت ومديت حتى لجارتي لهنايا. ما كاش نهار ندير حاجه وما نذوقهاش معايا، يعني دائما جامي ما ناكل عليها، دائما ناكل انا وياها. هاي لكم لهنا. بعد ما درت هذوك 2 مقالي، وحده درت فيها غير شويه تاع الزيت ما كثرتش بزاف، وحده لا كثرت فيها الزيت وقويت لها النار. ولا هنا هذه الاولى درتها على نار متوسطه. بعدها ندهن يدي بالزيت ونفتح الحبه نتاع الخفاف كما شتوني، واللي تحب تثقبها في الوسط تثقبها في الوسط، ونديروها في ديك المقله اللي فيها غير شويه زيت ماشي بزاف. بعد ما تحمر لنا من تحت نرفدوها ونديروها في المقله الثانيه، ونولوا نديروا عليها الزيت هكا من الفوق. وشوفوا كيفاش راهي تنفخت، احنا نديروا الزيت وهي تتنفخ. بعد ما تحمر لي من تحت هاني قلبتها لهنايا. شوفوا كيفاش جات، واللي تحبها محمره على هكا تحمرها على هكذا ياتيك.
ونزيد نعاود نفس العملية، نعاود نفتحها ونديرها في ديك المقلة اللي فيها غير شوية، والأطراف اللهنا نلمهم غير بالمغيرفة كما راكم تشوفوا فيا. بعد ما بدات تحمر لي من تحتها، نديها للمقله اللي قلت لكم فيها الزيت بزاف ونار شويه قويه، ونولي ندير لها في الزيت هكذا من الفوق حتى تتنفخ لي مليح. نقلبها، شوفوا كيفاه جات هكذا حتى نكملوا الكميه. انا ما نحبهمش محمرين بزاف صراحه. ولا هنا يشوفون بعد ما بنتي طيبت لاتاي، هنا كان جاء المسيو لقاني دايره الخفاف، خليتي درتي لنا باش نشربوا لاتاي ونروح نجيب لك بوكي تاع لي فلوغ اللي هنايا اللي صورت لكم. الله ينور ياماتي وياماتكم ان شاء الله يا رب. ولهنا هاي بنتي تفرغ لنا في لاتاي هاي لكم لهنايا. وشوفوا صدقوني بالله يا هاد الخفاف اللي ما تجربوش تراطي، شوفوا الخفه والبنه والداخل، شوفوا يجي خفيف وفي نفس الوقت يجي ملحم. شوفوا خياتي نقول لكم اللي تجربوا ما تنسانيش بدعوة الخير. شوفوا كيفاش جا، قلت لكم جا خفيف وفي نفس الوقت جا ملحم، جا ما شاء الله. صدقوني بالله غير في ديك الحشيه خلاص لي والله ما قعد لي، زعما كنت طامعه يبقى لي للصباح والله ما قعدت لي حبه. هاليكم خياتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. وهذا هو لا فيديو خياتي تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تدعوا لي غير دعوه خير برك، ونتمنى ان شاء الله نكون فتكم. ونقول لكم خياتي ما تنسونيش بالجيم وبيان سور البارطاج، واحبكم في الله وفي امان الله.